Hadirin hadirat yang mulia, Dewan Hakim yang terhormat, selanjutnya kami panggilkan finalis nomor peserta 510 akan membacakan Makro 14 Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 107 halaman 58 dengan riwayat Qalun, Waras, dan Khalaf. Finalis nomor peserta 510 akan membacakan Makro 14 Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 107 halaman 58 dengan riwayat Qalun, Waras, dan Khalaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Untuk tangan ayah. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم Kan untuk ayah. ولا تكونوا كالذين تفرقوا
وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Jongkok aja. Jongkok aja. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العلي العظيم. Orang yang beruntung adalah mereka senantiasa menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Umat yang suka perselisihan dan pertikaian adalah golongan yang akan mendapat azab yang berat. Manusia kelak akan dibedakan dua golongan. Golongan pertama yang berwajah putih berseri, dan golongan yang kedua berwajah hitam pekat.